اترسمت بالكراكيتير وجابت تورتاية 5 أدوار، بلالين بألوان مبهجة ونجوم ذهب وشموع وإطلالة كاجوال. اتعمل في جنينة فيلتها والمكان كله إضاءة حمراء وكراسي بتلمع. كلامي ده عن كواليس عيد ميلاد الفنانة غادة عبد الرازق. طيب عاوزين تعرفوا بقى اللي حصل والتفاصيل؟ هقول لكم في الفيديو ده كواليس حفل عيد الميلاد. مين اللي حضر يا ترى؟ هل بنتها روتانا وأحفادها كانوا موجودين؟ إيه أمنية غادة عبد الرازق في عيد ميلادها ال 54؟ هقول لكم الحكاية بس تابعوني للنهاية. تقريبا عمرو دياب لما عمل أغنية أنا مهما كبرت صغير كان يقصد بيها الفنانة غادة عبد الرازق، واللي فاجأت الكل في عيد ميلادها ورفعت شعار الإنسان بيرجع صغير وشاب من أول وجديد تاني. وعملت حفلة عيد ميلاد قلبت بيها السوشيال ميديا كلها، والناس مش مصدقة إنها عملت عيد ميلاد بالشكل ده وفي المكان اللي بالشكل ده. أصل غادة عبد الرازق مؤمنة قوي إن السن مجرد رقم، وعلشان كده قررت تحتفل بعيد ميلادها على طريقتها الخاصة، وكلمت كل حبايبها قبل ما ترجع من أسبوع الموضة في باريس علشان يجتمعوا ويحتفلوا بعيد الميلاد. فعلا اول ما جت اتجمعوا كل حبايبها في جنينه الفيلا بتاعتها، لبست غاده اطلاله كاجوال مثيره، ما هي برضو نجمه وعارفين انها صاحبه اطلالات مميزه وغريبه كمان. ظهرت غاده بتوب نص كم مكتوب عليه بالانجليزي، يعني شبه صفحه الجورنال بالظبط، وبنطلون اسود واسع وعليه سلسله فضي كبيره. اما شعرها بقى فهي رفعته وعملت كحكه، ويا سلام بقى على جمال وحلاوه المكياج اللي عملته، حكايه مخليها قمر 14 وخاطفه الانظار من الكل. واول ما طلعت غاده للمعازيم في عيد ميلادها اللي عملته وسط الجنينه بتاعه الفيلا بتاعتها، الكل فضل يسقف لها ويغني لها، واللي يصرخ من فرحته انها كملت سنه جديده وهي لسه بصحتها ومحافظه على جمالها ورشاقتها بالشكل ده، وكمان لسه نجمه في مجالها وبتشيل مسلسل كل سنه في موسم دراما رمضان كمان. المهم كلهم اتجمعوا حوالين التورتايه اللي كانت فخمه قوي ومميزه، لانها كانت كبيره ومتكونه من 4 ادوار ومتغطيه بالكريمه البيضاء، وعليها كريمه لونها بينك من الجوانب، ومليانه نجوم مذهبه وكمان شموع ايش بنفسجي على احمر على ازرق، يعني تجميع الوان تسحر العين. طبعا فاكرين انها اكتفت بالنجوم والشموع؟ لا، دي كمان حاطه عليها مجسم كبير بصورتها وهي لابسه فستان قصير لونه اصفر. كمان كان في تاج ذهب مكتوب عليه هابي بيرثدي، وفي حوالين التورتايه مجموعه كبيره قوي من البلالين البيضاء والذهبي. لما اتجمعوا حوالين التورتايه وقفت اخت الفنانه غاده عبد الرازق جنبها كتفها في كتفها علشان تحتفل معاها في حضنها، وهي بعد ما غنوا لها اتمنت غاده امنيه زي كل سنه ويا رب تحققها، بس قالتها في سرها طبعا وممكن تكشف ده بعدين. هوب طفت الشمعه وفضل الكل يحضن ويبوس فيها ويقول لها عقبال السنه الجايه وعقبال السنه المليون وانتي مجمعنا يا نجمه. بعد ما خلصوا الاحتفال بره دخلت غاده جوه في اوضه مليانه اضاءه حمراء وكراسي قطيفه حمراء ولونها بيلمع، وعلى الحيطه مكتوبه كلمه بالانجليزي grow young again، ودي معناها ان الشباب بيرجع صغير من تاني. والحقيقه ان اول ما غاده نشرت صور عيد ميلادها على حسابها علشان تشارك جمهورها احتفالها بعيد ميلادها، ما اقولكوش بقى سيل من الرسائل للغزل والحب والتهنئه لنجمتهم المفضله. مستنياكم تكتبوا لي في التعليقات كلمات التهاني للفنانه غاده عبد الرازق في عيد ميلادها، وكمان اكتر عمل فني حبيتوه ليها. شاركوني برايكم في التعليقات.